مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. حبايبي فيديونا اليوم راح يكون سلسلة تنظيفات قبل الشتاء وتحضير الغداء وخبز الخبز بالسمسم وتحضير الكليشة. طبعا هاي السلسلة اللي انا بديتها التنظيفات قبل الشتاء عندي. طبعا انتم مثل ما تعرفون اني صار لي فترة دا ارتب وانظف واغير ديكورات البيت. يعني راح تشوفوها بالفيديوهات السابقة شوف شلون انا رتبت ونظفت وغيرت هواي ديكورات من البيت. فيعني هذا الشغل باقي فسويت يعني احنا مثل ما تعرفون احنا داخلين على الشتاء فحبيت اسوي روتين قبل الشتاء تنظيف وترتيبه. شوفوا هنا اني ورا ما كملت الكاونتر نظفته من الخارج، يعني انا نظفته من الداخل. هنا جيت على هاي القنفة اللي عندنا اياها ايضا بالجلافة، بديت اجلفه وانظفه وارتبه بهذا الشكل اللي دا تشوفوه. يعني أنا عندي جلافة ويعني تايته ما يخبطه وبالجلافة دا أجلفه، بعدين أبوصله مبللة أمسح على القنفة بشكل كامل على مود أي رغوة ما تبقى عليه أو آثار لأن يطقع ويبقى آثاره. طبعا هي كانت كلش متوسخة لأن صار لنا فترة تاركيها، فلهذا يعني احنا مثل ما تعرفون احنا مشغولين حاليا تنظيفات وترتيبات وتغييرات البيت، يعني احنا صراحة ما بدنا نلحق، فلهذا أنا حاليا دا أنظفه وأرتبه. هذا هو الشكل النهائي بعد التنظيف. هنا شوفوا حبايبي اجيت على الترمز مالتنا، فحبيت ايضا اجلفه وانظفه بهذا الشكل. شوفوا وايضا هاي ندبع عندنا المواد الغذائيه احنا نخلي بيتمن او شكر، فحبيت ايضا انظفهم وارتبهم، قصدي اغسلهم، لان انا فكري من التنظيف والترتيب فلا هو اغسلهم. يعني اغسلهم على مود انتم مثل ما تعرفون داخلين على الشتاء فيكون كل شيء مرتب كلش حلو الشتاء لما يكون الدنيا تمطر والبيت نظيف ومرتب وما تتعبينه هوايه. طبعا حبايبي انا راح اخليكم تابعوا الفيديو للنهايه، شوفوا مجموعه تنظيفات رغم انها بسيطه بس هي راح تفيدكم كلش هوايه.